السلام عليكم ورحمة الله متابعيني يا حلوين. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة داوود باشا. معانا ربع مفروم، معانا بصلاية مبشورة، معانا توابل كفتة، ملح، فلفل، بابريكا. بس مش حاطة ملح كتير وفلفل كتير علشان يا دوبك نص معلقة، لان لسه في الصلصة بتاعت الكفتة. معايا نص فول صويا منقوع، حط عليه ميه سخنه وعصراه كويس، نص كوبايه مش صغير، يعني نص كوبايه صغيره. بصوا، بيديله قوام حلو وبتزود الكميه وبرضه بيبقى طعمه جميل. لو عندك عيش فينو انقعيه وصفيه وحطيه. ما عندكيش معلقتين اسمه ايه دوت فيجيتار بقسماط، اهو اللي انت عايزه من غير برضك مفيش مشاكل. نعمل ايه بقى؟ نجيب معانا اللحمه المفرومه بتاعتنا، نحط التوابل كلها، نحط البصلة بتاعتنا، نحط الفول الصويا اهو. ممكن كمان نحط، بس كفاية ربع كوباية. نحط كمان بقى معلقة بقى الجميلة بتاعتنا دي، معلقة صغيرة بيكنج باودر. بس كده. نجيب بقى الكبة، خليكم معايا. حضرنا الكبة بتاعتنا، هنحط كل المقادير بتاعتنا كلها. بصوا اهو، كلها في الكبة، كلها احسن في الكبة. خلاص، ونضربها. خليكم معايا اما اخلص ضرب. وادي ضربنا. بصوا، بصوا ربع كيلو. بصوا ما شاء الله، بصوا الجمال. بصوا احنا عايزينها كده. محضرين معانا ايه بقى؟ محضرين معانا زيت عشان واحنا بنشكلها. ومعانا طبق في كيس اهو كده اهو. واعمل بس حاجة بسيطة كده في ايدي، عشان دي كفتة داوود باشا، عايزينها كده. بصوا، اعمليها كده في ايدك اهو. الحجم ده حلو. بصوا، نعمل تاني. هتعمل كمية حلوة. الربع كيلو ده يأكل 4 أفراد 5 أفراد. بصوا، بصوا، أكمل وأرجع لكم. وخلصنا. بصوا الكمية ما شاء الله. بصوا، ومعاها بقى مكرونة. أنا أعمل مكرونة، في بيعمل معاها رز أبيض. بصوا، واختياري أنا حطيت معاها يعني نص فلفل شطة، أنا بحبها مشطشطة. انتوا مش عايزين يبقى امشوا على المقادير اللي انا قلتلكوا عليها، مالكمش دعوه بالفلفل الشطه. يلا، خلينا بقى اللي بعد كده. يلا بينا، يلا بينا. ادي الحله على النار سخنه، فيها زيت. نحط بقى حته زبده. بتعمل زيت زي ما احنا متعودين. نجيب بقى الثوم بتاعنا عشان نعمل صلصه داوود باشا. بس كده. الريحه واو، مع الزبده الثوم دي بتعمل ريحه جميله. بس ما بنسيبها يعني تتحمر حاجه بسيطه كده. نجيب بقى الصلصه الطماطم بتاعتنا. ضفنا الطماطم بتاعتنا على التومه اهي. بصوا بقت لونها كده حلو.
عندي شويه صلصه فاضلين حطيتهم. نحط بقى التوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن فلفل اسود، بابريكا، 7 بهارات، ملح. بس كده. نسيبها بس ايه تغلي غلوتين عشان اقول لكم ايه الخطوه اللي بعد كده، ونسيبها ونقفل عليها. يلا بينا في الخطوه اللي بعد كده. هنعمل ايه؟ هنعفرها بحبه دقيق، حاجه بسيطه كده، عشان هعملها على المقلايه كده، اشوحها قبل ما احطها على الصلصه بتاعتنا. بس كده، مش اكتر من كده. بس واقلبه بس كده اهو، وهنفضه من الدقيق، مش اكتر من كده. بصوا، بس كده اهو اهو. بعفرها ليه؟ عشان تمسك نفسها في الصلصه بتاعتنا. اما اجي هشوحها دلوقتي هوريكم الخطوه اللي بعد كده، خليكوا ايه معايا. الخطوه اللي بعد كده، ادي المقلايه على النار اهو زي ما انتوا شايفين، حطيت فيها الماده الدهنيه بتاعتنا عشان نعمل ايه؟ عشان نشوح ايه اللحمه بتاعتنا قبل ما نحطها في الصلصه، ومعفرينها بشويه دقيق. يعني بصوا تعملوا كده، انا قعدت اعمل كده كله. نحط بقى ايه اللحمه بتاعتنا، الكفته الجميله بتاعتنا. بصوا اه، واحده واحده، متستعجلوش. اه اه، كلها متعفره. بصوا اهو اه. اما بتعفر بالدقيق بتعمل صوص جميل قوي في بص شغل محترفين دي ولا مش شغل اهو. بصوا الجمال. بس كده، خليكوا معايا. نفضل بقى ايه نشوح فيها كده تاخد لون. بصوا اه، بصوا قربت تاخد اللون اللي احنا عايزينه. بصوا شغل المحترفين ده، واو. بصوا اه، وما كشيتش. خليكوا معايا. بصوا اتحمرت ازاي اهي اهي اهي. بصوا الجمال ده اللي احنا عايزينه، يتحمر كده. نقلت بقى الصلصه في حاجه تانية، لقيتها ايه الحله صغيره عليها. نضيف بقى ايه، بصوا اه، ببهرزها بقى بكل حاجه. بس كده. شفت كفتة داوود باشا اهي. نسيبها بقى غلوتين وخلاص. نسيبها غلوتين وخلاص اهي. بصوا الجمال، اوريها لكم على القرب. بصوا بس كده. يلا بينا. وخلصنا كفتة داوود باشا. بصوا الجمال. بصوا بصوا، ربع كيلو لحمة، ربع كيلو لحمة. بصوا ما شاء الله. بصوا كده جاهزة تقديم. يلا بينا. خلصنا كفتة داوود باشا، جاهزة على ايه؟ جاهزة على الغرف. يلا بينا نغرف. بصوا الجمال. بصوا الصوص بتاعها تقيل زي ما قلت لكم ازاي. بصوا بصوا
كلها اهو. اهي. ما تنسوش تجربوا احلى كفتة داوود باشا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك، وكفايه عليا انكم متابعيني. سلام عليكم.